جارية يهودية حكمت العثمانيون، قتلت أولاد زوجها السلطان سليم الثاني، وأخفت جثمانه 12 يوم بصندوق داخل القصر. جمعت كل مقومات الأنوثة: جمال أخاذ، وذكاء شديد، لسان معسول، وبديهة حاضرة. وإلى جانب كل ذلك أتاها الله الحظ السعيد ليقع في غرامها السلطان الذي سحرته بحلو الكلام، فتحولت من جارية يهودية إلى زوجة سلطان وأم سلطان. بعد أن قتلت أولاد زوجها الخمسة، وعرفت زوجها السلطان على اليهودي يوسف ناسيء، صاحب أول مشروع لتوطين اليهود في فلسطين. فمن هي نوربانو سلطان، أجمل سلطانة بتاريخ الدولة العثمانية واليهودية؟ ده اللي هنشوفه في الفيديو ده مع بعض. ما تنسوش الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات. اسمها نوربانو سلطان، سيدة النور. واختلف المؤرخون حول أصولها، فمنهم من يقول إنها يونانية، ومنهم من قال أنها من البندقية، لكن القصة الأشهر عنها إنها من أسرة يهودية الأصل تعيش في مدينة البندقية. عندما غزا أمير البحار خير الدين بربروسا البندقية، جاء بنوربانو أسيرة ضمن السبايا إلى إسطنبول. كانت نوربانو شديدة الحسن والجمال، إضافة إلى ذكائها الشديد ولسانها المعسول. استطاعت أن تبهر السلطانة هيام زوجة السلطان سليمان القانوني وأم السلطان سليم الثاني، التي تعد أقوى النساء في الدولة العثمانية، لتختارها عروسا لابنها سليم الذي عرف بحبه الشديد للخمر والنساء. سرقت السلطان ودولته. سحرت نوربانو سليم الثاني بجمالها الشديد وذكاؤها، ويقال أنه هو من أطلق عليها اسم نوربانو، ويعني سيدة النور، بعد أن أسلمت على يدها وأخذت لقب باش خسقي سلطان، بعد أن أنجبت له ابنه الأمير مراد داخل المصيف الجبلي بمدينة مانيسا، التي كان سليم الثاني حاكمها باعتباره وليا للعهد. دخلت نوربانو في صراعات الحرملك، وبعد وفاة السلطان سليمان القانوني وجلوس زوجها سليم الثاني على العرش، أصبحت هي سيدة الحرملك الأولى. شيئا فشيئا مدت نفوذها داخل القصر، حيث منحها زوجها الذي كان في أغلب الأوقات تحت تأثير الخمور مكانة كبيرة داخل القصر. أصبحت هي الآمرة الناهية في القصر، ولعبت أيضا دورا مهما في السياسة الخارجية للدولة العثمانية وعلاقاتها بالدول الأخرى، خاصة جمهورية البندقية. وهذا ما أكد أقوال المؤرخين حول أصولها، إنها من البندقية وليست يونانية، فانفردت بحكم الدولة. من أبرز مظاهر نفوذ نوربانو تحول رجال الدولة العثمانية في عصر سليم الثاني إلى أتباع لها، من أكبرهم نفوذا وهو الصدر الأعظم، وحتى أصغرهم مكانة ككبير الأغوات في الحرملك. قربت أيضا اليهود من السلطان وأعطتهم نفوذا كبيرا، وكانت لها علاقات قوية بسيدة الأعمال اليهودية إسترا هاندالي، وعرفتها على ضوء جزيرة ناكسوس جوزيف ناسيء، والذي كان صاحب أول مشروع لتأسيس دولة إسرائيل في فلسطين. وظل نفوذ السلطانة يتزايد حتى وفاة زوجها السلطان سليم الثاني. قتلت أولاد زوجها الخمسة. لم تعلن نوربانو خبر وفاة زوجها السلطان حتى جاءت بابنها مراد من مدينة مانيسا، واحتفظت بجثمان زوجها 12 يوم داخل صندوق يحتوي على الثلج. وبعد أن أتى ولدها مراد حتى أعلنت وفاة الأب، وبايعت مراد سلطانا للدولة العثمانية. عرفت نوربانو بالسلطانة الأم، وأخذت لقب
دولتلو عصمتلو عفيفة نوربانو سلطان، ويعني السلطانة العفيفة ذات العصمة نوربانو. كان أول عمل قامت به نوربانو هو قتل إخوة مراد الخمسة حتى يحلو له الملك، وأبقت على أنصارها في الديوان مستغلة شخصية ابنها الضعيفة التي كانت تشبه شخصية أبيه، فقضى حياته بين الجواري بدلا من أن يقضيها في أمور الحكم. ويقال أنه من قصر علاقاته كان له أكثر من 100 ولد من ذريته نتيجة علاقات مع أكثر من 40 جارية، عشق منهم جارية واحدة حتى الجنون، كانت تشبه أمه كثيرا في صفاتها وطموحها، وهي صفية خاتون. نشأ بين نوربانو وبينها صراع كبير لم يهدأ أبدا، واستطاعت الجارية صفية خاتون أن تنصب ابنها من مراد وليا للعهد، لكن نوربانو لم تدع مجالا لصفية خاتون بأن تنتصر عليها، فأعادت تنظيم الحرملك وخصصت جناح لصفية وابنها محمود كي تضمن وجوده تحت عينها وتشرف شخصيا على تربيته لكي يعترف بها سلطانة بعد توليه العرش. الصراع بين صفية خاتون والسلطانة الأم لم يهدأ حتى وضعت الجد الحفيد تحت الإقامة الجبرية مستغلة صراعات ابتدعتها في القصر. هكذا استمر الخلاف بين صفية ونوربانو، ولم تنهيه إلا وفاة السلطانة نوربانو في 7 ديسمبر 1583 ميلاديا. اختلف المؤرخون في أسباب وفاتها. أكد بعض المؤرخون أنها ماتت مسمومة على يد عميل من جمهورية جنوة لكي يتخلص منها، لأنها كانت تخصص الأعمال التجارية لصالح جمهورية البندقية على حساب جمهورية جنوة. ورأي آخر يقول أن صفية خاتون هي من أمرت بقتلها بإدخال جارية إلى جناحها وخنقها. وتبقى بصمة نوربانو سلطان متميزة في لعب دور السلطانة الأم، حيث وضعت اسمها بأنها أجمل سلطانة أم في تاريخ الدولة العثمانية حتى وقتنا هذا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة واستنوا الفيديوهات الجاية. معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.